عبد الله السعيد مهمة رابطة الأندية واتحاد الكورة إن يتم تكريم واحد من أهم أساطير الكرة في مصر. لما يكون عندي لاعب بحجم عبد الله السعيد بيصل إلى الرقم 123 في مشواره التاريخي من الأهداف، بيتخطى نجوم كبار جدا، في نفس الوقت يعني ليه تأثير كبير جدا مع نادي بيراميدز في فترة من الفترات مع المنتخب الوطني، وبيفتقد المنتخب الوطني وجود عبد الله السعيد. ملهاش علاقة بقى بالسن، يعني انت عندك عبد الله السعيد حد هيطلع يقول لي ده عنده 37 سنة 38 سنة، ما اصل السن ده بيبقى على حسب المزاج. ساعات ما ناخدش بالنا من السن خالص وما نتكلمش عنه، ولما يكون لعيب تاني مش على مزاجنا سنه نقول ده السن ده عنده 36 سنة، لا ده عنده 37 سنة، لا ده مش مؤثر. ما الكلام ده يا اسلام بعد اذنك، ان لو جه افضل من عبد الله السعيد يقعد عبد الله السعيد اكيد. انت واخد، ما عندناش يبقى والدليل كده انه تقول لغايه السن دلوقتي تقول السن وتدي فرصه للراجل اللي هو طالع، انما المشكله ان لغايه دلوقتي ان هو مفيش. بيجبر كل المدربين. لا مفيش حد كمان بيلعب في الحته دي لافت النظر غيره، غير الياس الجلاصي. يا اما بقى تجنسه ويلعب، يا اما ترجع الراجل ده او اخر ربع تطور ساعه. من اداء ابراهيم عادل بعد كده، لكن وجود لا عبد الله السعيد ما حدش هيلعب. بص ابراهيم عادل خليه يلعب في الحته اللي هي ناحيه الليفت ناحيه الرايت، عشان اللي هو الترنات والحاجات والترقصات والكلام ده بسرعته والكلام. انما الحته دي عايزه واحد دماغ، والكره راجعه يحطها لك كده تروح انفراد، وهو يشوط يجيب جول، هو يعملها تاني تبقى في خطوره، واخد بالك؟ فانت لسه في الحته دي ما حدش جه. احنا قلنا قفشه وجي خلص عليه كيروش الله يسامحه بقى هو محمد شريف، فخلاص الناس خدت انطباع ان قفشه مش دولي، او ان قفشه مش كويس. حتى كده في النادي الاهلي حصل معاه كده، انما غير كده ناصر ماهر. بس ناصر ماهر فين؟ واخد بالك؟ فانا بقول ان انت خده استفاد منه، انما لو في حد مكانه يا عم قول له شكرا وبطل. ميلا قعد يلعب لغايه 44 سنه يا عم اسلام، الراجل يبطل يقول لهم وربنا ما لعب كوره تاني، ويروح يصيف مش عارف ايه، يقول لك ده امر من رئيس الجمهوريه هاتوه. مش ده اللي كان بيحصل؟ واخد بالك؟ طالما ان الراجل قادر، ايه المشكله؟ ما فيش حاجه اسمها سن. طب ما النادي الاهلي جايب واحد 35 سنه مودست. واحنا قلنا وهنا على المنبر هنا قلنا طالما ان الراجل جاي هداف ما يفرقش السن. ما فيش سن. امتى بقى نطلع ونقول كبير؟ لو ما هدفش، يبقى في الحاله دي نقول كتير ده، لا ده كبير في السن انما هو جاي لمهمه معينه، يجيب جون، يترجم كل زي هالاند مثلا في السيتي، يترجم كل اللي لعيبه النادي الاهلي بتعمله، واخد بالك؟